متتبعين قناة مصطفى فلوق، مرحبا بكم. الدعم ديالكم للقناة، وكنشكر جزيل الشكر كل من ساهم في الدعم في النشر وفي جيم جيم، Ouais, je suis وتحياتي confiant. Ouais, إليكم. en plus, c'est mon deuxième pays. Et je crois que Salim aussi, c'est quoi? Il voudrait vraiment, vraiment, mais vraiment les battre. Ça va mieux après la blessure? Mais il a encore un peu mal, je crois. Ouais, je l'ai vu hier, là, il a un peu mal encore. J'espère que pour dimanche, ça ira. Et c'est un excellent ballon. Excellent ballon. Et c'est logique. Et un but marqué par Amala. Tout On à fait disait logique. tout à l'heure. سليم أملاح هنا بدا الطفولة ديالو، وانتم كتعرفوا كيفاش، انتم شفتوا كيفاش الجماهير ديال ستاندرد ديال ليج كيفاش كيتقبلوه. هذا فتى تبارك الله عليه اللي كيعشق الكرة، واللي كان كيحلم بالكرة، واللي كان هو والأم ديالو الإيطاليانة بغى يبين لها ويعبر لها ويعرف لها بأنه باغي يكون لاعب معروف ولاعب مشهور عالميا. لاعب اللي صراحة الشاب اللي صراحة مار ظروف شوية قاصحة من بعد فقدان الأم ديالو وهو 15 سنة، وعاش واحد تجربة شوية صعيبة بزاف، والدعم كل الدعم ديال الأب ديالو هو اللي ساهم في تسيير في لاجيسيون ديال الحياة الكروية ديال سليم أملاح. سليم اللي هو تبارك الله عليه تأثر نفسيا، وده تأثير نفسيا أثر حتى على المردود في رقعة الملعب، وعانى الأمرين مع عدة فروق اللي لعب معها. وصراحة لاعب هذا المدرب هذا لورون اللي دار له عدة تعاون معاه في مرارا وتكرارا ملي كان معاه في الفريق ديالو الأول، وملي مشى أول احتراف كان هو السبب ديالو، وتعاون معاه، كان صديق ديال الاب ديالو. كما قلنا الاب هو اللي كان دار لاجيسيون ديال الحياه ديال سليم املاح ونجح فيه وحقق هذا المبتغى. هذا سليم املاح اللي كان صراحه كان كيعاني بزاف من العنصريه في بلجيكا، وكانوا يرفضوا يلعب، يخليوه يلعب سيرتو ملي اختار يلعب مع المنتخب المغربي. وكانوا عدة صحافة كيقولوا له بأنك انت ماشي ملاعب، ما تستحقش تكون في ملاعبي المنتخب البلجيكي، علاش مشيتي تلعب في المنتخب المغربي. شاب ولد الناس ملاعبي كيلعب في عدة تقريبا في لي بوست مختلفة، يلعب مهاجم، يلعب صانع الألعاب، يلعب. وهذا اختيار المغرب جاب بدون تردد وأنه نابع من القلب. C'est pour ça que j'ai toujours dit que mon choix pour l'équipe nationale était directement fixé parce que j'ai grandi dans cette culture. J'ai été comment dire, mon choix était déjà fixé quoi. Depuis tout petit, je regardais le Maroc jouer. On se réunissait avec la famille, que ça soit mes oncles, mes tantes. Tout le monde se réunissait chez nous et on regardait tous les matchs. Et voilà, c'est le Maroc, je le porte dans mon cœur, tout comme la Belgique, je la porte dans mon cœur aussi. شارك سليم لأول مرة ضد المنتخب الموريتاني تصفيات كأس إفريقيا بالظهور ديالو مع المنتخب المغربي، اللي كان كل شيء كيتفائل خير به. وصراحة سجل أهداف ولعب كرة، كيتميز بالاحتكاكات وكيتميز بإخراج الكرة وكصانع الألعاب. وهذا هو الظهور هذا أعطى حضور قوي، والجماهير المغربي قبلته وشفته من بين الناس اللي يستحقوا هذا التتويج. هذا التتويج اللي كان حلم ديالو من الصغر ديالو، هو كان كيحلم يكون ملاعب كبير ويلعب في المنتخب المغربي، وهو الحلم ديالو تحقق، واللاعب ديالو في كأس المونديال. وهادو هما استقبالات ديال المغاربة اللي استقبلوهم من هذا الإنجاز، هذا الإنجاز الحلم اللي كان حلم ديال المغاربة كاملين، حلم اللي ما عمرو
توقع وتبارك الله تحقق هذا الحلم من جميع المغاربة واللاعبين اللي منهم سليم أملاح، اللاعب الذي عانى الأمرين في فرض صراحة الإيقاع ديالو، فرض مع المنتخب المغربي، فرض اسمه داخل المربع الذهبي لكأس العالم. وهذا كل الشكر كيرجع كامل الإرادة القوية والحب وإرادة هذا المدرب وليد الركراكي. وهذه هي النتائج والحضور ديالو. صراحة كان حضور أكثر من رائع في المنتخب رغم الإصابة ديالو ورغم العنصرية اللي عانى في الفريق ديالو ستوندوري ليج اللي ما خلاش زعما يلعب، وكان كيعرف بأنه إلى لعب راه غادي يكون خطر كبير بالنسبة للمنتخب البلجيكي. وهذا هو صراحة قال لك اللي زرع كيحصد، وهذا ما حصد سليم أملاح. الحب ديالو في المغرب احنا كنشوفوه انايا بوسام ضابط وتصويره مع سيدنا، وهذا احسن حلم.